ارجع بكم السلام عليكم. معاكم وليد من قناه فيلمس 00 او فيلمس دبل او، ومعاكم سامح سبيد. واهلا بيكم في فيديو مميز جديد بعد طول انتظار. ويعني بقالي كتير ما عملتش فيديو مع سامح سبيد. انا مش حبيبي هقول صاحبي فارس سامح سبيد ولا حبيبي. اقول جاري سامح سبيد، انا هقول اخويا الكبير اللي طبعا فاكريننا كنا بنخطط لقتل بعض. انا بعد قطع كلام طبعا يا استاذ لا وليد، طبعا ده انا حياة العودة بشكر بتاعتك. بشكر كل واحد وقف جنبنا مساعدتنا من الفانز والجمال. اولا اخويا وليد ما كانش يقصد حاجه بالكلام، تراك وهو تراك عادي جدا مفيش اي مشكله، ورجع لنا بسلسله بدات تكمله سلسله المطاوي الجميله اللي وليد بيعشقها وبنعشقها احنا الاتنين. اتفضل. طبعا قبل اي حاجه للي ما يعرفش، كل فيديو بقول يا جماعه ولا انا ولا سامح سبيد بنبيع مطاوي، ولا انا ولا سامح سبيد تجار ولا بتوع مشاكل، احنا مجرد مقتنيين. وبرضو الكومنتات كلها وفي الانبوكس عندي وفي الانبوكس عنده كلها وليد عايز اشتري منك مطوه، وليد مش عارف ايه، وليد مش عارف ايه. واخر فيديو كنت انا وسامح زبيد بنقول تشتري مطاوي منين، والفيديو ده كان غلطه ان احنا نعمله لسبب بسيط. طبعا مش عيب ان احنا نعترف ان احنا عملنا حاجه غلط، وهو ان احنا اقترحنا بعض التجار والمحلات، والمحل ده كان في الاول بيبيع مطاوي كويسه، ولكن بعد كده ما بقاش جدير بالثقه، فشلنا اللينك بتاع اللينك البيج بتاعتي بتاعته صح. من عندنا. وده مش غلط ان احنا نقول كده. وبسبب الموضوع ده يا جماعه انا خدت قرار انا وسامح زبيد ان احنا مش هنقول لحد على مكان لبيع المطاوي، سواء محل او تاجر، لان ممكن مع الوقت اصلا ما يبقاش موجود، وممكن لو تاجر ما يبقاش موثوق فيه، ولا ايه؟ وفعلا هو وليد بيتكلم او لمس بيتكلم حاجه ضروريه. اولا الحاجه دي للاقتناء فقط، يعني احنا وليد بيعرض السلسله دي للاقتناء، يعني واحد بس بيجيب مش حاجه اكتر. يقتنيها بيحافظ عليها بيحب الحاجات دي بيحب يشكلها بيحب بتاع. وليد جاي لنا النهارده بسلسله جميله جدا جدا جدا، هو وهيبتدي عن بينا باول. افضل 5 مطاوي في مصر، وافضل 5 مطاوي من رايي انا ورايه هو. وديت من ال5 مطاوي اللي هم ايه، يعني تقدر تجيبهم، مش اللي هم مش نادرين صعب جدا. يعني ممكن في مطوه ولا مطوتين فيهم نادرين، بس مش مستحيل انت تجيبهم. ومرضتش اجيب المطاوي اللي هي اللي هو لازم تجيبها من بره او من حاجه زي كده. تمام. فخلينا نبدا مع اول مطوه خالص، وهي عملت عنها فيديو، وهي المطوه الشريد، وتحديدا موديل اسمه الانكل هنري. لو تفتكر دي المطوه اه اللي جابها لي خالد خالد نوتوريوس، جميله فعلا. طبعا في بيج اول ريسبكت. قبل ما نبتدي كلامنا للاسف اسف، اول ما نبتدي كلامنا الكلام ده للاقتناء فقط يا جدعان، دي تاني مره واخر مره نقولها. وليد في لمس وسامع سبيد الحاجات دي للاقتناء فقط، عشان محدش يفهمنا غلط او العباره دي او الكلام دوت يطلع بره بكلام باسلوب غلط والدنيا تضيع. واحنا مش هنقدر ندل حد على تاجر بيبيع الحاجات ديت، عشان ولكن في يعني موقع هنذكره، وده موقع عالمي وفي اللي هو لينك في الاخر. امازون. اه تمام. المطاوي اللي بتتباع على امازون انا ممكن موثوقين عادي نحط اللينك بتاعها، لان ده مكان موثوق فيه. موثوقين. ولو في موقع زي امازون او حاجه زي امازون برضو موثوق فيها، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن. ولكن غير كده اتمنى ما حدش يقول لنا يا جماعه انا عايز اشتري مطوه، او تبيعوا لي مطوه، او تشحنوا لي مطوه، لان زي ما قلنا احنا مقتنيين بس. فخلينا نتكلم عن المطوه الشريد. شيء طبعا معروف. سامح سبيد شافها اول ما جات لي خالص. المطوه دي مميزه في ان هي اولا، خلينا نتكلم عن سعرها. هي سعرها من حوالي 450 ل 600 جنيه، ولكن هي تستاهل بصراحه، لان هي تقيله ده اولا. ثانيا هي بان ان اليد بتاعتها خشب، ولكن اليد بتاعتها اصلا نحاس، يعني الحته دي بس اللي هي زي الخشب دي بلاستيك او بلاستيك مقوى، ولكن من تحت خالص ومن فوق خالص في المقبض نحاس. انت وزن المطوه لوحده كان عامل ازاي؟ هو اولا المطوة اللي بيتكلم عليها وليد من النوع الجميل جدا والفخم، يعني هو كنوع فخم جدا، لان في منظره اولا القطعه الاولانيه في النحاس وليد، وفي الاخر في النحاس طبعا الظهر زي ما قال لك، والوش فبر مقوى جدا. فاهم هي زي ستايل باكستاني، بس هي اصلا امريكيه، مطوه امريكيه. امريكيه. وهي يعني هي المفروض فهي مش مطوه. سوسته عشان اه بس لا هي يعني مش هي مش سوسته، سوسته، هي هي فعلا بتفتح بايديها كويس انه عادي. فكرني. هي بتفتح عادي كل حاجه. اولا سلاحها جميل جدا صلب بيتحملوا في احسن من كده، بس احنا وليد اختار الشيء اللي هي جات له هديه.
وبنتكلم على الحاجه المتاحه اللي انت متاحة تقدر تجيبها، حالياً. يعني مش حاجات نادره. هي اصلا مطوه تخييم، وهي فعلا تستحمل التخييم لدرجه ان انا اقدر اقول ان النحاس بتاعها انت ممكن تدق بيه مسمار، مسمار. وبيجي معاها جراب استحسن. شكله جميل جدا، وهي تصلح يعني واخده شكل الغرب اللي هي ايه الريف الامريكي او اللي هم الكاوبويز او كده. فهي وتاني حاجه في الليسته وهي المطوه الشهيره جدا اللي معروفة حتى طبعاً. ويجز ذكرها في تراكاته، وهي المطوه اللي بيتقال عليها السونكي، ولكن هي اسمها الحقيقي AK-47، او اللي هو ده طبعا AK-47 اللي هو سلاح كلاشينكوف. وده بسبب المطوه اولا هي مطوه سوسته، وانا نادرا لما تلاقيني معجب بمطوه مطوة سوستة سوسته، بصراحة يعني. ولكن في منها 3 احجام مثلا تقريبا قد كده وقد كده وقد كده كبيره. هحط لكم شكل ال3 احجام، كل هيطلع زي ولكن كده، زي الكبيره ما اتفرجنا كده هيطلع حرفيا على يعني زي ما انت شايف الوزن زي ما يطلع بتاعها. كده برضه هيجي لنا على الشاشة زي ما انتم شايفين كده. ايوه يعني زي ما انت شايف دلوقتي كده، شايف الحجم بتاعها كبير ازاي، يعني هي حرفيا جميلة. بتمسك قد كده. جميل. فانا هو الحجم الكبير بتاعها جميل، والحجم الصغير بتاعها برضو جميل، ولكن انا فضلت الوسط منها، من مطوة السونكي. جميلة جدا، مطوة تحسها تقيلة خصوصا للمهام الصعبة او للجيش الروسي، تحس كده حاجة كده فخمة بصراحة. ورغم ان انا اعجبت بالمطوة البندقية، ولكن لو هنقارن دي بدي فهي طبعا مطوة الاي كي 47 طبعا تستحق بكتير. المبلغ بالأحرى. وزي ما قلت لو انت بتسأل اختار الكبيرة ولا الصغيرة ولا الوسط، انصحك بالوسط، لان هي هي مستخدمة كعادة كمان الناس جميلة كلها. جدا جميلة جدا ولا بصراحة. كبيرة ولا صغيرة، لسه اللي هي زي كده. يعني هي زي ما انتم هتشوفوا في الفيديو اللي هي الوسط جميلة جدا. نيجي بقى عند المطوة الكودو. افهم والناس كلها عارفاها، فخمة جدا جدا باشكالها وانواعها جميلة جدا. واختار الشكل بتاعها لازم حاجة وأشكالها مميزة جميلة. لسامح زبيد يا جماعة. حبيبي حبيبي. وعلى فكرة هي المطوة الكودو التقليد برضو جميلة، وعملت عنها برضو فيديو بس مع خلينا نشتغل مع اشتري تقليد مع الخاين الخاين آه. اللي جاب لنا المطوة. عايز افهمكم اللي عمل معايا الفيديو ده بعدها بيومين سرق الموبايل بتاعي. يعني مش عارف اقول لكم ايه ما بصراحة. كنتش موجود والله بجد، انا ما كنتش موجود. سامح لو كان موجود ساعتها كان كنت عملت بنش على انا لو شفتك هعورك. ما علينا. رابع مطوة، وهي مش مطوة على قد ما هي يعني نوع مطوة، مش مطوة معينة، وهي مطوة النينجا كرومبت. النينجا كرومبت ديت حاجة جميلة وخيالية فعلا. انا يعني مش هتكلم عن كل مطوة، بس المطوة دي فعلا خيالية كمنظر، خيالي جدا 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 كشكل. يعني كشكل والماسكة بتاعتها، اللفة بتاعتها وسلاحها. يعني بص انا عايز لا، لا، افهمكم سلاحها حاجه. جامد جدا. انا عايز افهمكم حاجه. انا هوريكم خنجر كرومبت مش مطوه كرومبت، بس هوريكم بص دي حاجة من فلامس برضه يعني، انا معرفهاش شوية صراحة دلوقتي. بصوا الخنجر الكرومبت عملت برضو عنه فيديو. بس الفرق ما بين الخنجر الكرومبت ده يا جدعان مش لعبة، ده حقيقي مش لعبة. هو شكله غريب، بس يعني هتلاقوه دايما في افلام النينجا معظم الوقت. الفرق ما بين الخنجر الكرومبت زي ما انتم شايفين صور المطوه الكرومبت، ان المطوه بتتفتح وبتتقفل، وحتى لو ما بتتفتحش وبتتقفل بتبقى اصغر من كده، وبتبقى فيها مكان تحط فيه صباعك بحيث انت تمسكها كده. تمام. ركزوا يا جدعان في الحاجات فده دي. خنجر كرومبت مش مطوه ما كرومبت. تدعوش حد. تمام. ولكن هي مشكله المطوه الكرومبت ان هي خطر جدا. بص هنقول حاجه جميله برضو في الكلام دوت، السلاح كعوجة سلاح، وعوجة الشكل الممزز بتاعها، الماسكه بتاعتها، عشان برضو وليد يعني يورينا الماسكه ان هي بتاعته كده عشان ما تعورش حد. سلاحها جامد بتتمسك جدا كده. سلاحها حامي جدا تمام. جدا يعني. وهي اصلا المطاوي الكرومبت ليها اسلوب دفاع عن النفس، يعني ليها كتيب او زي كونج فو كده والطرق كده. دي لوحدها الكرومبت ليها اصلا على اليوتيوب دروس ازاي تستخدم الكرومبت، لانها غير اي سلاح. حامية جدا جدا. تمام. ده اولا، غير ان هي خطيره جدا. فديت المشكله ان هي ما ينفعش تقع في ايد حد ما بيفهم، ما عندوش خبره في السلاح. هتعور نفسك وهتعور غيرك. غير ان عوجة السلاح هتخلي الاصابه اللي قدامك وحشه قوي يعني. وحشه جدا. فديت فعلا ينفع تستخدم ك اسلوب للدفاع عن النفس، لان دي فعلا لو انت عليك خطر او حد فعلا مش هقول عايز يعورك او يسرقك، حد عايز يقتلك وانت فعلا عورته بيها، انت مش ينفع انت تعور. دي بتموت يا جدعان. دي جامده، سلاحها يعني حامي جدا.
مسكتها متمكنه، اللي انت بتتمكن منها صح، غير وشكلها أي فيها قطوة. رهبه. يعني مثلا بص مثلا لدي بص مثلا. فخمه يا جدعان، فخمه في الاداء، فخمه في الشكل. يعني بص، السن. نادرا لما تلاقي كرامبت مش حلوه. جميله جميله. خامس بقى ده بقى النوع مطوه. الرهيب ان انا بحبه جدا جدا جدا، اه وعملت فيديوهات طبعا انا عنها ووليد ما لمس. ينفعش نعدي الفيديو ده من غير اوكابي. يعني بس ما مش اي اقدرش، اوكابي. مش هقدر. لا الوكابي فرق بقى، ان احنا دلوقتي بقرن غزال. يعني ده عادي قرن لا، غزال. ومش الاسم نفسه. اي قرن غزال. انا لما قلت لكم الفيديو ده هيكون عن المطاوي متاحه في مصر ما عدا واحده نادره، هي دي الواحده النادره اللي كنت بقول عليها. لان المطوه دي اوكابي قرن غزال. قرن غزال. عاج. عاج. هتقولي طب ايه المميز؟ ما فيها عاج كتير. اقول لك لا، الثلاث سبعات الغزال هيد. تخيل بدل سبعات ولا الماني ولا يعني هي افريقي. الماني وعاج طخ طخ طخ. ونوع نادر جدا اسمه الغزال هيد، راس الغزال. حتى الرسمه افريقي. بتاعت، لا هي الالماني. الماني بس صح، هي ثلاث الرسمه سبعات. يعني بص كده. بص. الرسمه ذات نفسها راس الغزال مش القرون بس، لا بص راس الغزال. مع تمام. الكلمة ميد دي ان جيرماني المانيا. خلاص. وبيبقى فوق مكتوب ثلاث سبعات. طبعا في ناس اللي هم النصب طبعا بيجيبوا مطوه الماني عاديه وبيحفروا عليها الثلاث سبعات او هيضحك يرسموا والله. الراس الغزال. بس انا بتكلم على الاصليه. أصلي. وسعرها دي غالي جدا، تعتبر باهظ. يعني هي نادره باهظ. جدا. وانا فعلا قلت في بين كل المطاوي دي هتبقى واحده بس نادره، لان هي الغزال هيد نادره جدا. عدد قليل قوي اللي معايا اتعمل بصراحة، منها. يعني اللي معايا بصراحة واللي يعني أنا بيبيعها ما بيقدرش يبيعها. يعني اللي خلاص. بيبيعها لو لسبب ما بيبيعها، فانت لا لو هيعيط عليها لو اتعرض قدامك ان انت مثلا تشتريها ما بين 500 جنيه لحد 900 جنيه، لا انت اللي لا، كسبان. انت كسبان فعلا. انت اللي كسبان. فعلا. بس اهم مش حاجه هتلاقيها. تتاكد اللي هي 3 سبعات. ان دي مش حفر. جيرمان. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وانا مبسوط بعودة هذا حبيبي. الاخ. تمام. وهتنسوا تدوسوا لايك وشير شير. وسبسكرايب، وهتنسوا تشتركوا على قناة سامح سبيد. وبس هو ده كان عندنا النهارده. يلا تكير. بيس. باي.